السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تعالوا نملّح السردين، معايا كده حوالي كيلو من السردين والكمية أنتم عايزينها، اليومين دول طازة جدًا، مسحته كده بالمناديل، ومسحت الخياشيم بتاعته بالمناديل خالص ونشّفته، ومعايا بقى هنا معلقتين أو نُص من الملح، ومعلقة من الكركم، ومعلقة من الشطة، الكركم والشطة مادة حافظة لأي حاجة بتخلّليها أو تملّحيها، معايا بقى كيسة هاحط فيها شوية كده من خليط الملح، وأبدأ أرصّص معايا كده السردين زي ما أنتم هتشوفوا عكس عكاس. وأول ما أعمل طبقة كده هانزل بخليط الملح، لو عندِك كمان ملح خشن بجد هينفع جدًا، جدًا زي ما أنتم هتشوفوا كده، بجد اليومين دول السردين طازة وتحفة يا جماعة، حاولي تملّحي كده ودوقي أحلى سردين ونضافة أنتِ عاملاها بإيدِك، أبدأ أخلّص كده كل الكمية بتاعتنا وهانزل عليهم بمعلقتين من الزيت بيدّيها برضه لمعان وبتحافظ على السردين ورقتين كده من الراورة، عشان كده الورق الراورة ده يعني إيه، بيمنع أي روايح في المخللات بتاعتنا، وبعد كده هاقفل الكيسة كويس جدًا، وما اخلّيش فيها هوا خالص، وأبدأ أحطهم كيسة جوّه كيسة، جوّه كيسة، جوّه كيسة، حوالي 5، 6 أكياس، وفي الآخر هالفه بالstretch وبعد كده هاحطه في كيسة عادية، واحاول بقى أحطه عندي في المطبخ عشان اليومين دول الجو برد شوية، وهو عايز يعني المخللات دي عايز حاجات الجو ما يكونش ساقعة أوي يعني. وكل يوم هابدأ أقلّبه، يعني الجنب ده شوية والجنب ده كل يوم كده هاقلبه على وشه وعلى ضهره، على وشه وعلى ضهره، وبعد كده أول ما يتملّح هاصور لكم على طول وأقول لكم إيه رأيي فيه.